إذا كنتي أول مرة في القناة مرجو الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. فن الإقناع أو التأثير على الناس هي مهارة كاينة عند بعض الأشخاص اللي كيستعملوها باش يتمكنوا من تغيير سلوكيات أو قناعات أو تصرفات أو أفكار شخص آخر. ولكن السؤال المطروح هو واش هذه المهارة فطرية أو مكتسبة؟ الجواب هو بجوج. كان بعض الاشخاص عندهم هذه المهاره فطريه، ممكن تكون كتعرف شي واحد من هذا النوع اللي يمكن ليه يقنعك بشي حاجه بسهوله كبيره، والاشخاص اللي ما عندهمش هذه المهاره فممكن ليهم يتعلموها ويتدربوا عليها. وإلا كنتي من الاشخاص اللي ما عندهمش فنصيحه مني ليك جيب ورقه وستيلو وسجل هذه الخطوات اللي غتمكنك تكتسب مهاره الاقناع اللي غتفيدك بزاف في حياتك الشخصيه والعمليه. اولا نشوفوا علاش البعض كيفشلوا في الاقناع. غالبا الناس اللي كتفشل في اقناع الاخرين كيستخدموا اساليب خاطئه بحال الترهيب والتخويف وحتى الابتزاز، كلها اساليب غير فعاله في الاقناع. هاد الاساليب كيستعملوها اشخاص ذوي سلطه، ولكن غالب الاحيان كتفشل. اسلوب الالحاح او طلب الحاجه باستمرار ما عنده حتى علاقه بفن الاقناع، واخا تنجح فيه شي مره فهاد الشيء كيعني ان الشخص الاخر بغى غير يتهنى بالالحاح ديالك، والاغلبيه غيطربوا منك التحدث دون الاستماع للطرف الاخر. بعض الاشخاص كيعتقدوا ان بالتحدث لفتره كبيره يمكن ليهم يقنعوا الطرف الاخر بداك الشيء اللي بغاو، ولكن العكس هو اللي كيوقع، حيت ما كيعطيوش فرصه للطرف الاخر في الحديث باش يعبر على الافكار ديالو. يمكن ليهم يفهموه ويتعرفوا عليه ويعرفوا الطريقه كيفاش يقنعوه. وباش تطور المهارات ديالك في الاقناع خاصك اولا تحيد دوك الافكار الخاطئه على ان اقناع الاخرين هو انك تاثر عليهم باش يوليو يشوفوا الامور كما كتشوفها انت، والصحيح هو انك تفهم وجهه النظر الاخر وتفاوض معاه باش توصلوا لحل او وجهه نظر مناسبه لكم. وباش تقنع هذا الشيء خاصك تتبع الخطوات الفعاله. اولا النقاط المشتركه، خاصك تكون عارف النقاط المشتركه بينك وبين الطرف الاخر وتحاول تبينها بطريقه مباشره او غير مباشره اثناء الحديث. هكذا الشخص اللي كتحاور معاه كيولي يرتاح ليك ويثيق فيك، لانه كيحس بوجه الشبه بيناتكم ويمكن يقتنع باغلب الافكار والقناعات ديالك. التفكير في الحلول، خاصك تكون فاهم المخاوف والمشاكل ديال الطرف الاخر وتحاول تقنعه وفقا الاقتراحات ممكن تحل المشاكل ديالو. هاد المهاره ممكن تفيدك بزاف الا كنتي في المبيعات. طريقه الحديث، خاصك تكون كتهضر بطريقه واضحه وتكون واثق من راسك، تركز على التواصل البصري ولغه الجسد وما تكونش باينه في الملامح ديال وجهك انك معصب. هكذا كتخلي الطرف الاخر كيكون مرتاح وتكون عندك فرصه كبيره تقنعه. رابعا تقليد حركات الطرف الاخر. من بين الخطى البسيطه هي محاكاه حركات الطرف الاخر، هي انك تقلد لغه الجسد ديالو. هذه من بين الطرق الفعاله في الاقناع. ممكن تكون لاحظتيها الا كتكون مع صديق مقرب لك، بعض المرات كدير شي حركه بيديك او راسك وكيعاودها. هذا الشيء كيدل على مدى الانسجام اللي بيناتكم. في المره الجايه اللي تكون مع شي واحد حاول تقلد بعض الحركات ديالو ومن بعد دير شي حركه وبنسبه 90% غادي يعاودها. مخاطبه الناس باسمائهم، مناداه الشخص بالاسم ديالو عنده اثر ايجابي ووقع كبير على المشاعر ديالو. الناس كتبغي وكتقدر الاشخاص اللي كيناديو عليهم بسميتهم، وهذا الشيء غالبا كتكون حسيتي به مثلا في شي اجتماع او جلسه مع الاصدقاء او حتى العائله في شي مناسبه. اذا شي واحد كيهضر وذكر الاسم ديالك كتحس بواحد الشعور كبير اللي كيكون مزيج من الافتخار والفرح، وكتحس براسك عندك قيمه كبيره.